ما بتقفش الدنيا ابدا عند حد، واللي انت كنت فاكره ان هو سبب سعادتك بعد ربنا سبحانه وتعالى وخايف ابدا لحسن يبعد عنك وحاسس ان حياتك هتقف من غيره، ابدا هيمشي وهتلاقي نفسك بتعيش عادي وبتكمل حياتك، يمكن كمان بصورة افضل، لانك استنزفت كل طاقتك معاه. استنزفت كل طاقتك عشان تحاول بس ان انت تسعده، عشان تحاول تسمع كلمة منه حلوة، عشان تحس ان هو نايم وهو مبسوط وانت اساسا مش على بالك. ما تتمسكش بحد جامد جدا كده، لو خاصة لو هو اساسا ما يستاهلش ان انت تتمسك بيه بالطريقة دي. بعد ما بيمشي هتلاقي الدنيا بتمشي وبتعيش حياتك بصورة افضل، وتقول لنفسك ياه قد ايه انا ضيعت عمر طويل جدا بستنزف في طاقتي ومستني اسعد غيري وانا اساسا محدش بيفكر يساعدني. وسبحان الله هتلاقي ان هو يمشي ده مكسب كبير جدا في حد ذاته عشانك انت. ما تزعلش، وهتلاقي نفسك بتكمل بطريقة افضل وبتدي لنفسك وبتشوف ناس وبتقابل ناس في حياتك يعني هيقدموا لك كل حاجة انت نفسك فيها. على فكرة الكلام ده حتى لو كان حبيب او حتى لو كان صديق، حياتنا ما بتقفش ابدا عند حد. احنا عايشين حياة علشان نكون موجودين في حياة بعض، عشان نسعد بعض، مش عشان ننكد على بعض، مش عشان كل شوية نسمع لنفسنا كلام مش كويس. هتلاقي اللي مشى ده كان كل شوية بيحاول يقلل في ثقتك في نفسك في كل حاجة، على سبيل وتحت بند ان هو بيحاول ينصحك، فبيجرح وبيجرح جامد قوي وبيحاول يهز صورتك قدام حتى نفسك. بس مشكلتنا ان احنا بنسمع وبنصدق. حلو ان انت تسمع بس ما تصدقش كل حاجة ممكن تتقلك، لان اللي بيحبك عمره ابدا ما هيجرحك وهيختار الكلام اللي انت بتحبه، ولو عايز ينتقدك هينتقدك بصورة فيها ادب كده، يعني بصورة كده انت حتى هتتقبلها، وهيقولك مرة واثنين وثلاثة. غير حياتك وخليك بسمة حب.